ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين، يا رب يكون الفيديو اللي فات عجبكم. النهارده جاي لكم فيديو جديد بالنسبه لان هو على قناتي، جديد على قناتي مش جديد بالنسبه لكم اكيد. سمعت فيديوهات من دي كتير. المهم النهارده هقول لكم انا باخد ايه معايا وانا خارجه. اول حاجه تاخديها في شنطتك وانت خارجه، اول حاجه طبعا شنطتك، يعني اول حاجه الشنطه نفسها اللي احنا هنحط فيها الحاجه. هتاخدي طبعا الشنطة اللي هتمشي معاكي على الطقم اللي انتي خارجة بيه. وليكن مثلا هاخد الشنطة دي علشان بتاخد معظم حاجاتي، وتنفع زي ما قلت لكم مشاوير بالنهار، مشاوير بالليل، الجامعة، اي حاجة. هتاخدي معاكي طبعا البوك بتاعك يكون فيه او المحفظة اللي فيها الفلوس. يبقى زي ما قلت لكم هنحط البوك بتاعي في الشنطة بتاعتي، يكون فيه الفلوس او الفيزا او هو مش قوي يا جماعه، هو انت كده كده هتمشي بفلوس حتى لو معاكي الفيزا. ما انت اكيد مش هتروحي مثلا عايزه تجيبي علبه مناديل او اي حاجه من السوبر ماركت وانت ماشيه ازازه ميه هتطلعي له فيزا، فتمام. فيبقى معاكي كده كده فلوس. هحط كده ايه اول حاجه البوك. طبعا الشنطه كبيره وهتاخد حاجات كتير، تمام. طيب تاني حاجه معايا هاخدها ايه؟ طبعا هناخد الموبايل. ده الموبايل بتاعي اللي انا باخده، اللي انا بصور بيه. فعشان احنا بنصور فهنحط الموبايل ده، تمام. تاني حاجه كده هحط الموبايل. كمان هحط شاحن الموبايل. ما انت ما تنسيش الشاحن، ممكن الموبايل يفصل منك في اي لحظه وتبقي محتاجاه جدا وما تلاقيش شاحن مع حد انك تشحني. حتى لو هتلاقيه مع حد انت مش هتروحي تقولي لواحد هات لي شاحن اشحن بيه، بيبقى شكلها وحش. فهتاخدي الشاحن بتاع الموبايل بتاعك في شنطتك، ماشي. لو انت رايحه مشوار بعيد هتاخدي طبعا الحاجات اللي انا هحطها في الشنطه دي. اما لو انت قريبه من البيت بتاعك فانت مش يعني ايه، هتاخدي حاجه سريعه في ايدك كده، ممكن تاخدي بوك صغير او شنطه صغيره. طبعا بصورك دلوقتي الجو بيشتي بره وشكل الستاره بتاع البلكونه هتتقطع فتمام، هخلص ونطلع نشوف الموضوع ده. نبقى هنحط السماعه معانا، اوكي. بعد كده طبعا اوراقك المهمه. دي محفظه اسمها محفظه اوراق. انا مش هقدر افتحها واوريكم اللي فيها، بس انا شايله فيها صوري، البطاقه بتاعتي، الكروت اللي انا محتاجاها، الحاجات المهمه اللي انا ممكن احتاجها في اي وقت تكون معايا هنا في محفظه الاوراق دي، تمام. لازم تيجي يكون عندك واحده من دي، لازم لازم لازم، سواء انت كنتي بقى طالبه او متزوجه او ايا كان، بنت يكون معاكي المحفظه دي. حلوه قوي وبتشيل ورق كتير قوي يا جماعه، بتشيل ورق كتير قوي قوي قوي. لازم تكون معاكي بره، يكون فيها البطاقه بتاعتك وكل اوراقك المهمه. خلاص. لو انتوا بقى من الناس اللي بتحب ترطب ايديهم بره، انا بحاول اجيب لكم برضو حاجات مش مقاطعه. وفي حاجات عندي ممكن تلاقوها مقاطعه، بس طبعا عندي من زمان، يعني انا جايباها من قبل المقاطعه. يعني ما تعلقوش على الحاجه دي، اكيد احنا مقاطعين، تمام. معايا هنا الكريم ده، اول مره اجربه، هو حلو برضو، حلو جدا، اللي هو كير اند مور ده جميل. فلو انت من اللي بتحبي ترطبي ايدك على طول وانت بره، لازم تاخدي كريم المرطب معاكي. اقول لكم على حاجه، انا ما باخدوش على طول، بس انا عشان بصور الفيديو قلت اجيبه واوريه لكم وريفيو عنه بالمره. هو كويس، مش ممتاز، بس هو جيد، تمام، حلو شغال، تمام. تاخدي معاكي ايه كمان؟ تاخدي معاكي طبعا مناديل او وايبس، اي نوع بقى، لو انت عايزه مبلله، لو انت عايزه من اللي هي الوايبس العاديه، تاخدي معاكي اللي انت عايزاه. المهم يكون معاكي مناديل لاي برضو تحسبا لاي ظرف. وبمناسبه المناديل لازم يكون معاكي برضو فوطه صحيه. طبعا انا ما جبتهاش في الفيديو ومش هجيبها في الفيديو، بس برضو ما تنسوهاش اللي تحسبا لاي ظرف وانت بره، تمام يا جماعه. يكون معاكي برضو واحده. وفي جراب كده لو عايزين تشوفوه هبقى اوريه لكم، بيتحط فيه الفوطه الصحيه دي، مش بيبقى شكلها، يعني بيبقى شكلها لطيف، شكل المحفظه مش بتبقى باينه ان هي كذا، خلاص. فالحاجه دي لازم تكون معاكم برضو. ومعانا علبه المناديل. طيب معايا ايه تاني؟ طبعا لازم يكون معايا نوت صغير كده، عشان ممكن تكتبي فيه اي ملاحظات. ده انا بكتب فيه مثلا طلبات البيت وانا خارجه. لو انا هجيب طلبات ساعات بكتب على النوت بتاع الموبايل، بس لازم برضو يكون معاكي حاجه من دي تكتبي فيها رقم مهم بتحتاجيها ساعات، ماشي. صغنطوطه كده وحلوه ومش بتاخد مكان في الشنطه، خلاص.
معايا ايه تاني؟ انا مش عارفه انا هطول عليكم في الفيديو ده ولا ايه. ادام في نوت يبقى في قلم لذيذ لطيف اكيد يعني. طيب معاكي بقى لو انت بتحطي روج، يبقى معاكي روج اللي انت بتحبيه او اللي انت بتفضليه دايما، تحطيه برضو في الشنطه. برفيوم، بس طبعا انا مفضلش البرفيوم بره، بس لو انت من الناس اللي بتحطيه فتاخدي معاكي اي ازازه. المفروض انك تاخدي ازازه، انا نقيت لكم اصغر ازازه عندي وهي قربت تخلص. اصغر ازازه تحطيها في الشنطه. تمام. طيب معاكي برضو اللي هو اسمه ايه، ليب بالم ده ولا اسمه ايه؟ ده كان كوري يعني، مرطب شفايف. جيبي اي نوع بقى انت تفضليه. هو انتوا بجد بتستخدموا الحاجات دي بره؟ ما علينا. بعد كده هتاخدي النضاره. انا بقول لكم الحاجات المهمه بجد بجد اللي البنات بتخرج بيها. وانا برضه زيكم، انا ممكن اخد الحاجه دي معايا بس لو انا رايحه مشوار كبير يعني مشوار طويل، رايحه مسافره مثلا محافظه تانية. انما لو انا قريب رايحه مشوار صغير، ما باخدش الهيلمانات دي كلها. هو يا دوب الموبايل والفلوس اللي معايا وخلاص وشكرا. لو علبه مناديل يبقى كده زي الفل. تاخدي معاكي برضه النضاره لو هتحتاجيها. شايفين الشنطه واخده ما شاء الله. وكمان المزيل، متنسيش المزيل بقى، ده اهم من حياتي. ده لازم تاخديه معاكي. يا جماعه الحاجات المقاطعه انا قلت لكم هعيدها تاني، عندي من قبل المقاطعه انا عندي كذا نوع. انا كنت بحب النوع ده قوي علشان ريحته نظافه كده، بس خلاص احنا مقاطعين فبنجيب اي نوع تاني ان شاء الله. لما يخلص هنحاول نجيب انواع تانية. خلاص ده المزيل بتاعنا هنحطه برضو في الشنطه. الشنطه لسه واخده. عرفتوا بقى انا بقول لكم الشنطه دي حلوه ليه؟ لان هي بتاخد حاجات كتيره قوي. طيب معايا ايه تاني؟ معايا بقى مجموعه الفرش الحلوه دي، فرش الميك اب دي. بس هي متبهدله شويه من التنت، كنت حطاها مع تنت فاتبهدلت كده. بصي حلوه قوي، انا وريتها لكم قبل كده. بيبقى فيها مجموعه من الفرش اللي بتحتاجيها كلها، وفي عبوه صغيره ما بتاخدش مكان في الشنطه. وطبعا هنجيب مسكرة، اي نوع مسكرة. دي بقى انا بحبها عشان بحط مسكرة على طول، فبحب المسكرة قوي، فلازم تكون معايا برضو في الشنطة. بصوا الشنطة لسه عايزة معانا لسه حاجة. لا خلاص كده كده انا حطيت كل حاجتي في الشنطة. ماشي، تاخديها بقى معاكي وانت خارجه. هقول تاني يا جماعة، كل حاجة اللي انا قلتها ديت انا باخدها معايا. باخدها معايا بس امتى؟ لو انا رايحة مشوار يعني بعيد شوية، مش هنزل مثلا رايحه السوبر ماركت واخد الشنطه دي معايا، او رايحه مثلا مشوار قريب. لا ده لو انا مسافره مشوار بعيد. تمام. يعني مش عايزه اقول لكم ان انا لو مسافره بره بجد والله، لو انا رايحه بره مصر باخد الحاجه دي معايا في الشنطه. يعني الفيديو ده ينفع برضو لو انت مسافره، يعني حلو قوي. انما الهيلمانات دي كلها انت هتاخديها معاكي وانت خارجه ليه يا ماما؟ انت هتاخدي معاكي برفان ومزيل وانت خارجه بره ليه؟ انت كده كده حتى لو انت بتحطي مسكره انت هتحطيها وانت خارجه، هترجعي تحطها تاني ليه؟ يعني هتحطي مسكره فوق مسكره. فاللي بيكتروا في الحاجات بلاش افوره. خدي الحاجه اللي انت هتحتاجيها. تمام. كل واحد برضو براحته، دي وجهه نظر انا وكل واحد ليه وجهه نظر. وبس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتنزلوا تشتركوا في القناه، واشوفكم في فيديو جديد. وقولوا لي برضو لو عايزين اي نوع من الفيديوهات اكتبوا لي في التعليقات. باي باي.